بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أيها الإخوة والأخوات، يسر إخوانكم في مبارك شاب أن يقدم لكم القسم الثالث حول موضوع المرض. وحافرحضوا أولالهن مبارك شاب إن إلي صبندقان قيبتي صدح هذا أقدم بيسي جردة. قلنا في القسم الأخير السبب في تأخر العلاج، الشك بالعلاج، المعالج والمرض هي من الأسباب التي تؤخر الشفاء. waxaanu dhahnay qaybtii ugu dambaysay in laga shakiyo daawada, in laga shakiyo qofka daawada bixinaya ama qofka cilaajinaya, in laga shakiyo jiradaba inay jirto waa asbaabaha keenaya caafimaadka inuu daaho. qaybtaana waxaan ku dhihi doonaa insha Allah tacaala. ونقول في هذا القسم بإذن الله تعالى من الأسباب تغيير العلاج المطروح من المعالج. waxaanu leenahay asbaabta keenaysa inuu cilaajka daaho in la bedelo cilaajkii qofka loo qoray oo loo bandhigay oo loogu naseexeeyey qof cilaajka yaqaana, mudaawaadka yaqaana, sida maaragtay dhibaatadan looga bixi lahaa cilmi u leh. وأسباب التغيير وسواس النفسي أو غير ذلك من وسواس الآخرين. maxaa keenaya marka qofka inuu bedelo mudaawaadkii loo bandhigay, la amray, la siiyey inuu qaato? waswaas naftiisa waxay ugu sheekaysay, ama waswaas qof kale ka yimid, qof kale wax ugu sheekeeyey, daawadii faraha laga qaadaya. قبل أن نستمر أذكركم بأن في هذا الشهر المبارك شهر رمضان العظيم علينا أن نستغل فرص هذا الشهر العظيم كالدعاء، الاستغفار، قراءة القرآن، ذكر الله عز وجل، فهي من أهم الأسباب التي تعين المريض على الشفاء من الأمراض. وقبل أن نستمر فلنذكر الله سبحانه وتعالى معا ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة والأخوات، أنت أنا سيوذن وحاني حسوسنا هي بشان هدا أن كجرنا بركيسا، بشان قيمها بضن، بشان رمضان أن كجرنا ورحبرتن كيدي هدا أن مرينو وإنا أن أغانو وحيالا بضن وكجر أن نقرب إنا صمينو سيدا إله إنا حسنو، إلهي برنو، دين بدافو يديسنو، قرآنك آن أخرنو، ووحيالها نوفو ذينا يا عافماتك، وإلهي سبحانه وتعالى لباتوينك نوغا قاذي كرو كيف إلي سن إلهي نودوان عز وجل. انت نبشنا كردمان لحظة إلى مرينا أوري وحيالا نودي من إنان أرنا بشي ودمات. هذا انت ننسيوه ذن، بل إلهي أسلح حسنه عز وجل ونبينا آكو صالنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نستمر ونقول ومن الأسباب التغيير في نوع العلاج. بمعنى نوع العلاج، وصف لك علاج مناسب للمرض من قبل شخص ذو خبرة وشخص يعرف المشكلة ويعرف العلاج. غيرت العلاج، أخذت غيره، أو كمية العلاج قال لك تستعمل الكمية المناسبة في الساعة الفلانية في اليوم الفلاني في القدر الفلاني. أنت قلت كثير، أنت قلت لماذا أستعمل مرتين؟ مرة واحدة تكفي. زدت، نقصت على الذي تراه أنت مناسبا. سبب من أسباب تأخر العلاج. وحكرون وقحيقا وحيالها كينا علاج كينو ديبو دعو نوعي داود اللغو قري قفكو كو قرين ويان قفكو تخصصي داوداس وعلم أوله جردين يقانا إني داوداس أنفعي دونتو أياد بدشي نوع كلاكو بدشي وأذيك هذو أركتي إني كفي عنته. أما واحد بدشي وقتي أياد بدشي
waqtiga waxaan ka wadaa 2 jeer qaadaa lagu dhahay hal mar aad ka dhigtay ama waxa lagu dhahay intaasoo garaam qaado inta rabta adiga ka dhigatay waxba ku dartay ama waxba ka naaqusay adoo is leedahay maaragtay saana fiican saana ka wanaagsan waa asbaabaha keenaya jiradii inay raagto nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu nagu yiri likulli daa'in dawaa fa idha usiba dawaa'un daa برأ بإذن الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم قال جرة كستا داوي لها هدي داوذي أي هلاش جرة يعني داوذي لو قلت لك جرة أي قفك هلاش جرديسة وعافي ماذا يا بإذن الله عز وجل إذن داوذي سخصند نفتر كيد وحادعي كرتا إني نجردي قفك إنا كقادين هدون إلهي وقلان عز وجل وداودي صح سنيدو هستا جردي كتخلص هيسي لكن قف كان يتوحى قران وقت ديسين ودماضو وأدونك بوكتك ملك الموت وقضايا نفتيسة هنا في فائدة لعل الشخص عنده الدواء المناسب للداء نفسه إذا ما أذن الله عز وجل لا يشفى هذا المريض لعل هذا المريض تكون هذه نهايته ويأتيه ملك الموت ليقبض روحه رغم وجود الدواء الصحيح للمرض والمناسب ومن الأسباب تأخر الشفاء أخذ العلاج المطروح من المعالج الصحيح بمعنى أن الإنسان لا يأخذ الدواء الصحيح من المعالج المناسب يعني الآن طرح عليه الدواء خذ الدواء الفلاني راح ينفعك لعل الدواء في البيت أو في أي محل من محلات المدينة ما أخذ الشخص ذاك الدواء المطروح قد لا يتعالج أسبابها كانت الجرادة مركينة ضعف وحويان قف كانت الداودي صح سنة الله شيء إنه قاتل واحد يعكس الداودي قريه سنة طالو دكان كستوتك إنه كهلو داودي قف يما بودا قاقن بقى قف قلت المامين وقف يقان الداودي قف يما بودا قاقن بالداودي ما عافي ماذا قف جرادي وداهي صح ومن الأسباب عدم الانتظام في العلاج الصحيح أسبابته كينيسا إني جردي الراكتة وحكم إذا إن أنا 6 وصن لوس عن داودي بمعنى يأخذ يوم يومين يترك يأخذ أسبوع أسبوعين يترك كيف هذا الإنسان يتعالج يعني قفك مال نقاذنا لو مال مقاذنا تدبر يقاذنا يا لبب ويك أو كحيجنا مقاذنا هي قفنا سيدوعة في ماذا ومن الأسباب العجلة أسبابها وحكم إذا دقدق ودقدقها قفكان يريد يأخذ الدواء اليوم ويشفى اليوم يأخذ الدواء الآن ويشفى الآن يأخذ الدواء يومين وفي خلال يومين يذهب المرض لا يمكن قفكان وحرب داودي إنه ما انتبع عافي داودي لببري قاطو جردي لببري أقرمات وحاس معقول ما همنا صعونيس في التأني السلامة وفي العجلة الندامة مرول بدقنا انشها هي وحا لا ترتيب تدو نبت قريا كجرت دقنا وحا كجرة شلايتن اعلم أن المرض سريع وحا لو قاتا جرده إني دقدق وقو إيمان كرتو وأن الشفاء بطيء عافمات كان إنو بضنا ترتيب وإيمانه من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه waxaa kaloo laga rabaa inaad ogaato qofkii wax ku degdega inuu dhaqso helo waxaa laga yaabaa in lagu ciqaabo inuu wixiiba waayaba واعلم أن المرض كفارة وطهور وتكفير الخطايا ورفع الدرجات والبلاء في الآخرة waxaadna ogaataa jirada lagu siiyey oo kugu dhacday waa dembi dhaaf waa nadiifin lagaa nadiifinayo waxyaalihii jirkaada ku jiray oo jirooyin kala duwan aad laga yaabo naftirka aadaada garanaynin inay jirkaada ku jirto lagaa nadiifinayo dembigii oo laga masaxayo darajooyin kor lagu qaadayo dhibaatooyin qiyaamada laga yaabo inay kugu dhacdo laga tirtirayo oo ilaahay ka badbaadinayo ومن الأسباب تأخر أخذ العلاج الذي نصح به الشخص أسبابها وحكم إذا سيدو كالغفة جردي سإني ديراتو عافمات كينو أضاهو داوذي لوش شاقي إنو قاتو أيو كضاهايا وقت جي لو قلت لقل إنو قاتو يعني على سبيل المثال كتب له دواء من شخص مختص يعرف كل شيء عن هذا الدواء والمرض فهذا الإنسان أخذ الدواء وذهب قال سأخذ الدواء
ليس هذا الشهر القادم، ليست هذه السنة القادمة. ثم بعد ذلك ينسى الدواء بالكلية. فمتى يشفى؟ قف كانيتو مركا دخترا او قوري داودي، قف يقانا جرديسيا داودي او قوري او كتخصصي داودي لو قوري قفكي ميلو اسكا دغايا وحلي داودا ما قادن دونا ان شاء الله بيش soo socota hadda howla igu furan bisha ku xigta sanadka soo socda markaas ka bacdi wuuba iloobayaaba qofka suu ku caafimaada. هذه بعض النصائح للمريض، عسى الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. إن صعبت عليك قراءتها فاستعن بمعلم. دردارك أن soo socda aku siin doono waxaa laga yaabaa in sha allahu tacaala in ilaahay uu ku anfaco qofkii jiranaa subxaanahu wa tacaala. haddii ay kugu adkaato marka inaad akhrisatid halkaasay kugu qoranta waad u jeedaa qof weydiiso oo macalina inuu kuu akhriyo. wamaa dakarahu allahu fii kitaabih kathiir, ilaahayna kitaabkiisa wuxuu ku sheegay waa ka badan yahay intan. wamaa dakara fi alaxaadiid akthar, axaadiidta nabigeena sala allahu calayhi wasalam waxyaalihii lagu sheego oo lagu sharaxayna way ka badan tahay aayaadka qur-aanka inta lagu sheegay. calaykum bikitaabi illaahi wa sunnati nabiyi sala allahu calayhi wasalam, ku dadaala qaadashada kitaabka ilaahay iyo sunnada nabigeena sala allahu calayhi wasalam. وعليكم بطريقة أصحاب محمد رضوان الله تعالى عليهم، وحان آد أقول لك تانا أراعدان سيدي أراعين أصحاب النبي محمد الله كرال النقض كل قد ففيه النجاة نظام كاس أنكون شيء قايو وحاكو قجر بدبادو، وفيه الشفاء وحاكو قجر عافمات، وفيه الفلاح وحاكو قجر الليبان، وفيها النصر وحاكو جرى قول في الدنيا والآخرة. الدون كان جوغنو آخرة نسدوك. قال الله سبحانه إلهي وحير ذي عز وجل إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إلهي سبحانه وتعالى هذا دينتي سأقرقارتان وني قرقاره هيا لوهنا نوصقها هيا. وأخيرا هل يمكن أن تحفظ نفسك من المرض؟ أقول بين ما أود دهورت إنا أسك الدفاع عن الجرون كانيت وأسك إلاليس. نعم ممكن، ها صح، وأسك إلالين كرتان وأنا أسك الدفاع كرتان. على سبيل المثال كوفيد، تصال الجرة كوفيد لده فافطي، ولكن إذا مرضت فأنت مأمور بأن تتعالج. جردي كسو قاضي وكوكو دعضي وحال وأمري وواجب كوكوه إن إسداويسد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الداء والدواء فتداووا ولا تتداووا بحرام. إلهي سبحانه وتعالى وربك أبو ري جردة سيدوك لو ربك أبو ري داوذا إزداوية الضباء صاص النبي أمري هنا اسكو داوينين حرام. هذا من روحان كسينا يا تسالوين كسؤال جرون كقاركوض ونقول دعي كرا مسك دفاعي كرنا واسك دفاعي كرنا. الآن أذكر لك بعض الأمثلة عن بعض الأمراض التي ممكن تحدث لنا. هل نستطيع أن ندافع عن أنفسنا؟ نعم ممكن. وهل نستطيع أن نتجنبها؟ نعم نستطيع. هركبك إيجرانت والولك إيمور كذا بابصير إيش حسدك سحرك. هذه الأمراض نزلات البرد، فقر الدم، الاكتئاب والقلق، البواسير، العين، الحسد، السحر. داوين كان نلقى حارة انتمين تصالوين wax kastoo qofka sakhraamina haya, wax kastoo qofka wareerina haya sida daroogoyinka kale iyo wax walba oo boqolkiiba boqol ku dili kara. ومن الأدوية المحرمة كل مسكر، كل مفتر، وكل ما يؤدي إلى الهلاك قطعا. فضلا انظر إلى الفيديوهات السابقة ففيها الفوائد العظيمة إن كانت مترجمة، واعذرنا إن لم تكن مترجمة. فضلا حكونا سيحنا يا داو فيديو ينكي لصور دافي رقيو تالوكو إلى لقاقار رقيو تالو سقال بي. فإذا بدنا كوكو جرا دردارنا بدنا كوكو جرا وح بدنا كفائدة سهم. والله تعالى أعلم. أتمنى لكم العافية والشفاء. إلهي سريا أوك وحوالبا وحاني رجينا يا عافمات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فضلا هداك فائدة كلمة ولا الله لك. فضلا إن استفدت من هذه الكلمة فانشرها ليستفيد بقية المسلم. والله تعالى أعلم.
والسلام عليكم ورحمة الله.